النجاح السريع شيء ممكن. لو سألتني هل الموهبة هي أهم مكونات النجاح؟ هجاوبك بإنها مهمة جدا، ولكن إحنا ممكن نستبدلها بمكونات أكثر فاعلية زي الذكاء والعمل الجاد، أو إن شئت ممكن نقول المسار الذكي أو العمل الذكي بجدية. رقم 2، نستطيع أن نعمل وننتج في كل الأوقات كما نعمل وننتج في الأوقات الحرجة. معظم العظماء حالات الطوارئ أخرجت أحسن ما عندهم، ولو إن الأزمات ما دفعتهمش إلى إنهم يبذلوا أقصى جهودهم يمكن كانوا مالوا أكتر للراحة والاستكانة. 3، يجب أن تتخلص من كل شماعاتك. توقف عن إلقاء اللوم والشكوى. اعرف إنك مسؤول عن كل ما يحدث، فإذا ولدت فقيرا فأكيد ده مش ذنبك بالتأكيد، لكن إذا ظللت على حالة الفقر فأنت المسؤول الأول والوحيد. حمل نفسك مسؤولية كل شيء في حياتك، لأنك لو لم تكن المسؤول فهذا يعني أن الأمور خارجة عن سيطرتك. أما إذا كنت المسؤول فهذا يعني أن قرارك بيدك وأنك قادر على التغيير. رقم 3، اختار أقرب أصدقائك. أفضل طريقة تصنع بيها ناجحين هي إنك تضعهم في بيئة احترافية، فنسبة كبيرة من شخصية الإنسان بتتكون نتيجة المجتمع والأسرة والأصدقاء.